السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شاهدت فيديو لمناورات خطيرة وجد خطيرة قامت بها السخوي 57 في معرض دبي في دويلة الخمارات العبرية. وهذه المناورات على حسب الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام جد خطيرة، يعني ذات مستوى عالي. والطيار الذي يعني قام بهذه المناورات يعني مستواه عالي جدا. يقال يعني على حسب الأخبار أن هذا الذي قام بهذه المناورات ما هوش روسي، وإنما هو جزائري، هو اللي قاد هذا كما احنا نقولوا هذا المناورات الخطيرة، وقاد الطائرة سوخوي 57. واستعانة روسيا بهذا الطيار الجزائري فيه دلالة على ماذا؟ على أن الطائرة مهما كانت متطورة فهي تحتاج إلى رجل شجاع، رجل يعني عنده قدرة في التحكم. ولذلك روسيا خافت أنها كما احنا نقولوا توقع في الحرج. وقد لاحظتم الطائرة الهندية التي سقطت في معرض الطائرات بدويلة الخمارات، وقعت طاحت طيارة وتفجرت، والله أعلم الطيارين ماتوا. فلذلك روسيا كان دايرة حسابها، وهي تعرف شجاعة الجزائريين ومدى احترافيتهم، باش تثبت مدى يعني قدرة هذه الطائرة على المناورة ويعني وقدرتها الفائقة، لازم لها تقتني الناس اللي يحسنوا يعني قيادة هذه الطائرة. ولذلك استعانت الله أعلم بواحد جزائري، وقدم عرض يعني مبهر أبهر العالم، يعني وأعطى صفعة لكل من يشكك في القدرات الروسية، ومن يشكك في قدرة هذه الطائرة العظيمة ذات يعني تكنولوجيا المتطورة. باش تعرفوا احنا الجزائريين الله يبارك.